السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد جاي يجري خلاص وابتدينا نجهز للحاجات بتاعة العيد. الروتين النهاردة جامد جدا وهيعجبك، وفي اكلة جميلة جدا. هعمل لك الفراخ بطريقة هتعجبك قوي كأنك جايباها بالظبط من بره، وهتنفعنا في اليومين بتوع الصيام. كل سنة وانتم طيبين تاني، وعيد جميل ان شاء الله وسعيد عليكم يا رب. والروتين ده جامد جدا، هيعجبك الحلقه بتاعت النهارده. ويا ريت لو انت مش مشتركه في القناه تشتركي، ولو ما حطيتيش لايك حطي اللايك عشان ان شاء الله الفيديو هيعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا مع بعض كده. انا كنت هنا لميت الستاير وقلت بقى ابدا اجهز حاجه حاجه، فخدتها خطوه خطوه. اخدت بالظبط لميت الستاير بتاعت الشقه كلها، وقلت بقى ابدا اول حاجه اغسلها وبعدين اخش على مرحله السجاد. ما تستعجلوش، في حاجات كتيره جايه لسه في السكه، يعني احنا هنبدا حاجه حاجه. لميت كده الكفر بتاع اوضه الاطفال، ولميت الستاير، ولسه طبعا الصاله ما ابتديتش الم منها حاجه، كنت واخداها بصراحه خطوه خطوه عشان ما كعبلش الدنيا عليا. فناخدوها واحده واحده كده ونبدا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه مع بعض. بس يا ريت لو انت مش مشتركه في القناه تشتركي، وما تنسيش اللايك. بلاقيكم مش حاطين اللايك، يبقى امان عليكم بمناسبه الايام المفترجه الجميله دي. ما تنسي اللايك عشان دوت بيرفع مستوى القناه ان ناس كتيره تشوفه. هنا كنت ابتديت كده جهزت طبق عشان انا ما عنديش بانيو. فابتديت احط طبق كده اهوت وهنقع فيه الستاره الاول. بحب انقع الستاير الاول قبل ما احط اي مسحوق، عشان لو فيها تراب ولا اي حاجه يبدا ان هو ينزل كده في الترابه الاول بتاعتها، وبعدين بطلعها اصفيها، وبعد كده بحط المسحوق وابدا انزل فيه الستاره. لان انا ما عنديش زي ما قلت لكم بانيو. لو عندك بانيو بيكون الموضوع اسهل عليكي وممكن تحطي كلهم مع بعض. فبنقعها الاول كده عشان عندي نوت للاسف الترابه جامده جدا في الشقه، لان عندي الطريق تحت في الشارع اسفلت، فالترابه بتبقى متطايره فوق على البلكونات. فلو فتحت كده شويه الترابه بتخش، طبعا اول حاجه بتمتصها هي الستاير. ندخل بقى على تجهيزات الغدا. خلاص كده كنت نقعت الستاير، ندخل بقى على التجهيزات بتاعه الغدا. انا هنا كنت هعمل الوراك اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، بس كنت ناويه اسلقها. فجم بعد ما انا كنت عملت التتبيله اللي المفروض هسلق بيها الفراخ، الاولاد طلبوا مني ان انا عايزينها ايه، نعملوها مشويه، بلاش يا ماما مسلوقه ومحمره. فقلت لهم طيب، بس انا كنت طبعا لو كنت هشويها كنت هعمل تتبيله تانية. فهقول لكم على التتبيله اللي انا عملتها ونجحت معايا وجميله جدا وطلعت فراخ معايا ممتازه. انا عملت فيها، حطيت فلفل اسود وبصل وبهارات ومرق الدجاج البودر اللي قلت لكم عليها في حلقه الشاورما اللي عجبت ناس كتيره. لو انت مش عارفاها هسيب لك الرابط بتاع حلقه الشاورما، كانت ممتازه جدا وجميله قوي. والبهارات دي اللي هي المرقه السايبه، بصراحه ما بستخدمش غيرها، بتطلع الفراخ معايا جميله جدا. في مرقه دجاج للفراخ بس، وفي مرقه دجاج برضو للحمه. دي جميله للحمه ودي جميله جدا للفراخ. حطيت عليها بصلايه زي ما انتم شايفين وقطعتها، وطماطمايه كده وقربه. الطماطم جميله جدا بتشيل الزفاره من الفراخ نهائي. طبعا ده كله متوقف على غسيل اللي هو محلول النقع اللي احنا بنعملوه دايما في كل مره قبل الفراخ. انا ما عملتوش هنا عشان انا نزلت لكم في حلقات قبل كده كتير، فبس هسيب لك الرابط اعمليه الاول دوت قبل ما تستخدمي الفراخ خالص. قبل ما تعملي فيها اي حاجه لازم تغسليها الاول في محلول النقع، وبعدين تبداي في التتبيله بتاعتك. تبلتها وسبتها، يعني المهم تسيبهاش اقل من ساعه ساعه ونص عشان بتكون ممتازه جدا. طبعا انا عاملاها من الصبح من اول ما صحيت، متبلاها وسايباها لغايه ما اجي اعملها. تمام كده. بس لما عرفت ان هم هيخلوني ان انا عايزينها اشويها لهم، حطيت عليها ليمون، ليمونه كامله عصرتها عليها في التتبيله اللي هي فلفل اسود وملح وبهارات وطبعا بتحطي بصلايه وطماطم، وبتتبليها مش اقل من ساعه ساعه ونص. ولو انت الصبح لسه صاحيه وعارفه نفسك هتعمليه الفراخ وموجوده عندك في التلاجة، بتطلعيها تعمليها وتسيبيها في التلاجة من اول الصبح لحد ما تيجي مثلا تعمليها على الظهر، بتشرب التتبيله وبتبقى جميله جدا. تمام كده. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ بندخل على مرحلة بقى ان احنا ندخلها الفرن. طبعا الفرن ده كان سخن قبلها، مشغلاها قبلها كده بحوالي 10 دقايق عشان الفرن يسخن معايا. بعد كده بجيب صينية زي ما انتوا شايفين بحطها على الأرضية، وبحط برد ببدأ أرص الوراك على الشواية بتاعة الفرن. طبعا وهي بتبقى سخنة كده بتبدأ تعلم معايا في الفرخة، بتديها شكل بتاع الشوي كده، بيبقى شكلها جميل جدا اللي هي الخطوط اللي بتبقى موجودة على الشواية. الطريقة دي انا هعمل معاكي طريقة جميلة قوي، ممكن تاكليها بعد ما تطلع من الفرن على طول، وممكن تبداي تدخليها على الفحم. ماشي، خلينا خطوه خطوه عشان ما لخبطكوش معايا. هنا كده التتبيله اللي في الحله دي اللي انتوا شايفينها، هحطها في الميه، احطها في الصينيه واحط عليها ميه. طبعا هي لما بتسخن وبتغلي بتبدا تنزل معايا العصاره بتاعه الفراخ. ولو انت عندك خضار عايزه ترميه في الميه دي ممكن ترميها، تحطيها في الميه، تقطعي بطاطس، تقطعي جزر، تقطعي فاصوليا، اي خضار بتحبيه، واقفلي الفرن عليها. هي ما بتاخدش معايا اكتر من ساعه.
هنا كنت انا نقعه خلاص الرز ده، كنت نقعاه عشان انا ناويه اعمله في بريم. افضل طريقه ان انت تنقعي معاكي الرز الاول عشان تضمني ان يطلع معاكي تسويه مظبوطه، وتحطي عليه لبن ما يحتاجش اكتر من المعيار اللي هتحطيه. دي كانت كميه من نص كيلو من الرز. طبعا لما بتنقعيه بيتضاعف معاكي شويه، يعني حجمه بيزيد. بحط عليه فلفل اسود وملح. بقلبه في طبق الاول قبل ما احطه في البريم، عشان انا هعمله بريم في الفرن. ودي معلقه سمنه بلدي، لو انت حابه تحطي سمنه اي نوع سمنه عندك عادي مفيش مشكله خالص. بتبداي تقلبيه كده كويس عشان تضمني ان حبايه الرز نفسها اتغلفت كده بالسمنه. وكنت قبل كده نزلت لكم حلقات للبرامات الرز اللي هو الحادق والحلو. طريقته بتبقى جميله قوي في البيت وسهله جدا. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت الملح وحطيت فلفل اسود وحطيت معلقه صغيره خالص من السكر عشان يظبط معايا الطعم. وبيطلع طعمه جميل جدا بألف هنا وشفا ما شاء الله. اعملي الاكله دي جميله في يومين الصيام، دي تحفه. تمام كده، خلاص قلبت الرز كويس قوي. هبدأ كده اجيب البرامات، وطبعا معايا اللبن لازم يكون مغلي. انت مجهزه اللبن على البوتاجاز غلياه عشان تحطيه سخنه على البرامات الرز دي. لو انت ما كنتيش هتشوي الفراخ زي ما انا عامله في الفرن كده، لازم تسخني برضو الفرن قبل ما يدخل البرامات الرز دي. وما تمليش البرام الرز للاخر، عشان هو لسه لما هتحطي عليه اللبن ويدخل الفرن برضو هيزيد معاكي الحجم بتاعه، عشان ما يقعش بره البرام. املي كده البرامات نصها، مش للاخر رز. فنص كيلو عملوا لي بالظبط الخمس برامات اللي قدامكم ديت. معيارهم كده مظبوط، عشان انا عملتها اكتر من مره فعارفه المعيار المناسب معايا. يعني النص كيلو يعمل لي 5 برامات رز، برامات من ديت الصغيره دي، الحجم ده. وعليهم برضو نص كيلو لبن. لازم اللبن يكون مغلي الاول. ولازم تنقعي الرز يعني حوالي بالظبط كده ساعه، من نص ساعه لساعه، ما يكونش اقل من كده. عشان يشرب الميه وما يحتاجش ان هو يستوي، ياخد وقت في السوا، ويبقى مقدار اللبن اللي انا حطيته عليه ده كده مقدار مظبوط. يا دوب انا حطيت النص كيلو اغطى معايا بالظبط البراميت. وهحط عليهم قشطه بلدي. ممكن تجيبي قشطه عادي من السوبر ماركت، او كريمه اللي موجود عندك. وانا قبل كده قلت لكم انا بعمل القشطه دي ازاي في البيت. مظبوط كده، عارفين عرفتوا كده الطريقه معايا؟ يلا حطي لايك بقى على ما نبدا نكمل باقي الطريقه مع بعض. حطيت في كل طبق كده معلقه كبيره من القشطه عشان يديني الوش الجميل اللي هو هيبقى على وش البرامات اللي هتشوفيه ان شاء الله في اخر الفيديو كده. ان شاء الله يعجبك. لو عندك اي سؤال ممكن تكتبي لي في التعليقات. على فكره الطريقه دي جميله جدا، ممكن تعمليها في العيد مع قطع من اللحمه. لحمه ضاني، لحمه شمبري اللي موجوده عندك، تسلقي اللحمه الاول وترمي قطعه كده من اللحمه جوه الرز، بتبقى جميله جدا. اعمليها في العيد وبألف هنا وشفا. خلاص كده خلصت، واتحركت المعلقه اللي انا عملتها دي عشان اضمن ان اللبن نزل للقاع بتاع البريم. كده دخلتها في الفرن مع الفراخ، والفراخ قلبتها على الوش التاني زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي، بألف هنا وشفا. طالعه الطريقه تحفه جدا، وريحه الفراخ مفوحه في البيت بصراحه، ريحتها جميله. هنا كنت خلاص بقى هبدأ ايه اغسل المفارش. هغسلها دلوقتي بقى، هبدأ اجهزها على ما الفراخ بتاعتي تتعمل في الفرن والبرام يكون خلص. مش هياخدوا مني اكتر من ساعة في الفرن ان شاء الله، على حسب طبعا حجم الفراخ. وانت لازم لما بتكوني هتنوي ان انت تشوي الفراخ في الفرن، تمسكي السكينة وبتقعدي تشكشكي كده في الوراك عشان تستوي معاكي بسرعة. نسيت اقولك دي في الحركة بتاعت الفراخ قبل ما ادخلها الفرن. ماشي كده، ابتديت جهزت المسحوق اللي هحط فيه المفارش. والستاير كنت سايباها تتصفى. الستاره سبتها تتصفى لما تصفي، وقلت كده بعد ما تصفي هنزلها برضو في مسحوق، اللي هو الميه والمسحوق كده انزلهم فيه، تكون نزلت الترابه بتاعتها. تمام كده. هنا نخش بقى على المفارش، هغسلها وابدا بعد كده انشرها. لان انا كنت لما بتوع الاوض بس، اوضه الاطفال واوضه النوم، وما كنتش حطيت لسه المفارش بتاعت، ما خدتش حاجه من الصاله. انا كده ببقى شغاله في الاوض الاول، بعدين هدخل على حاجات الصاله. هسيبها بقى تصفي خلاص، وبعد كده هروح منشراها. طبعا انا ما بحبش اغسل نوع الستاره دي بالذات في الغساله، اللي هي الاوتوماتيك، عشان بخاف انها تبوظ او تتقطع، لان هي مش مستاهله انها تتغسل في غساله اصلا. مش يعني ما فيهاش، مش محتاجه انها تدعك او حاجه من دي. الستاير انتوا عارفين احنا بنجرد بننزل الترابه بتاعتها بس مش اكتر، وننزلها في مسحوق كده يعطرها وينضفها في نفس الوقت. كده كنت خلاص طلعت انشر. بس ما عرفتش اصور لكم بصراحه وانا بنشر الستاير، لان الستاره دي كانت تقيله جدا ومش عارفه اصور وانا بنشرها. وساندي في الوقت ده ما كانتش موجوده انها تصورني. وكنت خلاص كده هنا نشرت اللي هي المفارش. وطبعا سجاد الشقه كله كنت مطلعاه ما عدا الصاله. انا قايله لكم شغاله في الجزء الاول اللي هو بتاع الاوض، وبعدين هدخل على الصاله. هنا كنت حاطه الستاير كلها. نشرتها، ولسه اللي هي بتوع اوضه النوم لسه ما كنتش نشرتهم. والسجاد حطيته كده في الشمس، لان هو كان نضيف بصراحه. السجاد لقيته نضيف عشان انا حاطه عليه كفر، فمش محتاج. كنت غسلاه في العيد الصغير، فلقيته مش محتاج ان هو يتغسل تاني، فقلت هنفضه.
واسيبه في الشمس كده يتهوى شويه، وبعدين امسكه انفضه. وكل ده ان شاء الله تشوفوه في الحلقه الجايه، يعني انا جايبه لكم حاجات في الحلقه دي، وفي حاجات عملتها بعد كده هتشوفوها في الحلقه الجايه. تمام كده. هندخل بقى على طريقه البصل اللي انا بعملها دلوقتي، واكيد عايزين تعرفوا ان انا بعمل البصل ده لايه. البصل ده بقطعه شرايح كده زي ما انتم شايفين، وبحط عليه فلفل اسود وشويه ملح، وممكن حبه خل صغيرين مش كتير، يعني حوالي كده ممكن ايه نص معلقه كبيره. ليه بقى هعملها؟ عشان هعمل ممكن على فكره حركه الخل مش ضروري تعمليها، يعني كفايه الملح هيدبل معاكي الفراخ. انا بعمل الحركه دي عشان انا ناويه ان شاء الله هطلع الفراخ من الفرن وهعملها على الفحم، مش هكتفي بيها كده. فالبصل ده على ما يطلع، على ما تطلع الفراخ يكون هو دبل شويه، وبتعمليه قبل ما تطلعي الفراخ بحوالي كده 5 دقايق ولا حاجه. الفراخ كده كانت خلاص استوت معايا. بس انت طبعا ممكن تاكليها كده على طول، لو انت مش عايزه تشوي على الفحم ممكن تاكليها كده على طول. انا عملت الحركه البديله اللي هو بتاع الفراخ بيحطها، مش بتقعد تلف الفرخه قدامكم كده في شوايه وبعد كده بيحطها على الفحم، انا عملت نفس الحركه. وممكن تاكليها على طول، طعمها بيبقى جميل جدا. بس انا عايزاها تاخد ريحه الفحم. بصوا ما شاء الله البرامات طالعه معايا، الرز استوى وطالع جميل جدا، اللهم صل على النبي. يلا حطي لايك بقى لو عجبك المنظر الجميل اللي انت شايفاه قدامك ده. كده كنت خلصت الرز، والفحم كنت مولعاه على النار، يعني يا دوب خلاص كده هياخد معايا ريحه الفحم. لو انت مش عايزه تشوي على الفحم ممكن تحطي معاهم فحمايه في فويل وتقفلي على الفراخ كلها، هتاخد معاكي برضو نفس الطعم ونفس الريحه. بس هم كانوا طالبين بقى، هعمل ايه؟ حكم القوي بقى، ما اقدرش اقول لهم لا. هم عايزينها مشويه بالظبط زي بره. انا كانت الشوايه بتاعتي بصراحه كانت باظت ولسه عايزه اشتري واحده، فكنت حاطه هنا في صينيه تقدري تتصرفي في باي حاجه، يعني اي امكانيات موجوده عندك تعمليها. جبت صينيه كده زي ما انتم شايفين وحطيت فيها الفحم، وقعدت اهوي عليها كده وعلى البوتاجاز، وفاتحه الشباك والشفاط فوقيها، ومنزله الستاره بتاعه المطبخ زي ما قلت لكم في حركه السمك المشوي. مفيش حاجه بتطلع للشقه بره خالص. بصوا طالع معايا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، فراخ مشويه كانك شارياها من بره بالظبط. قولي لي رايك بقى في التعليقات. مش بذمتكم الطريقه سهله وجميله جدا، وعملتها من البيت حاجه يعني جميله جدا. كده كنت خلصتها بألف هنا وشفا، جربوها اللهم صل على النبي، جميله قوي. هنا كنت في اليوم التاني. حبيت بس اوريكم قبل ما اخلص الفيديو معاكم ان انا دلوقتي كده هلم الستاره، خلاص خلصت معايا عشان اقدر احط الستاير بتاعه اوضه النوم. لان انا كنت ناقعه ستاير اوضه النوم، طبعا بنقعها عشان هي فاتحه روز في ابيض، فبحط معاها كلور. فطريقه الغسيل بتاعتها بتكون مختلفه عن دول، فبحب ان انا ايه الحاجه اللي فيها كلور بحطها لوحدها، ما بحطهاش مع اي حاجه تانية. هنا كده كنت بلمها، بس الحمد لله ساندي كانت موجودة، ربنا يحميها ويخليها لي يا رب. هي اللي مساعداني في التصوير. وقفت كده تصورني على ما لميت معاكم الستارة، وحبيت بس اوريكم ملحوظة في موضوع الستاير ده قبل ما اقفل الحلقة. انا بحب لما اجي الم الستاير بمسكها وانا بلم كده بطبق فيها وهي على الحبل ذات نفسه. يعني انا دي عشان كبيرة مش عارفة اطبقها كده، يعني اطبق فيها اربع زي التطبيق العادي، فابتديت الفها كده بايدي وهي على المنشر علشان ما تتكسرش مني. لان انت مجرد ما هتلميها وتكلكعيها كده مش هتعرفي ان انت تطبقيها تاني، لان دي مقاسها كبير. فانا لميتها كده وهي على الحبل، وهبدأ اطبقها كده زي ما انتم شايفين عشان ما تتكسرش لما اجي احطها في العيد، تكون شكلها نظيف وفي نفس الوقت مش مكسرة. بصوا طلعت معايا متطبقة من وهي على الحبل. برضو هلم المفارش وابدأ اطبق فيها برضو هي كده عشان لما ادخل الحاجة ما تتكسرش مني. وادام انا هفرشهم تاني ما بحطهمش في الدولاب، انا بحطهم كده برميهم على مثلا الكنبه بتاعه الانتريه، علشان الحاجه ما تتكسرش، ولا احطها في الدولاب تفضل متطبقه تطلع معايا مكسره. تمام كده، يا رب يكون الفيديو النهارده ان شاء الله يكون عجبكم. يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. هتوحشوني جدا، اشوفكم في حلقه جديده من دلع مطبخك مع نانسي. باي باي.